هل تفاوض الاهلي لضم اخطاء عبد الله مهاجم انبي؟ وايه موقف ايمن الشريعي رئيس النادي البترولي من انتقال اللاعب لقلعه الجزيره؟ كلام في الكوره وحلقه جديده، لايك وشير. اهلا بيكم. ايمن الشريعي تاكد ان اخطاء قعد مع سيد عبد الحفيظ ووقع للنادي الاهلي، ويبقى تفاوض الاهلي مع نادي انبي لاتمام التعاقد. انتظر الشريعي احد من مسؤولي النادي الاهلي يكلمه او يفتحوا في الموضوع، ولكن الاهلي لم يحرك ساكنا، وهقول لك ليه. تعال احكي لك. الشريعي بياع ابن حمد ويبيع الميه في حاره السقايين، وشفنا ده مع الزمالك في صفقات يعني كانت من انبي للزمالك. عايز فلوس على نسبه المشاركه، وعايز فلوس على عدد الاهداف، وعايز فلوس على اللاعب لو لعب ضربه ركنيه. علاوه بقى انه بيشترط انه ياخد نسبه على كل بطوله يحققها اللاعب بعد انتقاله. يعني كاننا مأجرين اللاعب منه. ملناش دعوه، ملناش دعوه. طبعا الاهلي عارف الافكار ديت وفاهم دماغه كويس. عمل ايه بقى الاهلي؟ جاب وكيل اللاعب وقال له هندفع قد كده، لا لينا في نسب مشاركه ولا عدد اهداف ولا رميات تماس ولا كمان على تحقيق البطولات، احنا بتوع بطولات. هارش. تمام. الشريعي لما لقى الاهلي مصدر له الوكيل قال بينه وبين نفسه الله 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 الله، ايه اللي بيحصل معايا ده؟ هي الناس دي مش شايفاني ولا ايه؟ ولا مستكبرين يكلموني؟ المهم قرا دماغ النادي الاهلي انهم عرفوا لبته. زعل واتزرزر وحلف ان الصفقه مش هتتم الا لما حد يكلمه من مجلس اداره النادي الاهلي. ملناش دعوه، ملناش دعوه. بلغ الكلام ده للوكيل، فرد عليه الوكيل وقال له من الاخر الاهلي مش عايز حوارات النسب والشروط الخاصه، الاهلي مش عاوز دين للموضوع، عايز يدفع ويخلص. رجع الشريعي قال له انا ما عنديش مانع ان اللاعب يروح للاهلي، وبدل ما كان مطلوب 75 مليون جنيه، مليون ونص دولار يعني، يشيله ب 60، او نخلص ب 50 مع مميزات. الوكيل هينقل الرساله لسيد عبد الحفيظ للرد النهائي وتلاقي الرغبات بين الاهلي وانبي واقطاي اللي اعلن اهلاويته من صغره. حاتم وكلام في الكوره، لايك وشير، استنوني هاجيلكم.